السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهارده كيكه سهله جدا وبسيطه، مكوناتها كده ابسط ما يكون. ده غير بقى طعمها وشكلها اللي في حته تانية خالص. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله كيكه اليوسف فندي من الكيكات الشتويه اللذيذه جدا. بمقادير بسيطه في 5 دقايق هتطلع معاكي كده كيكه مرتفعه وهشه وخفيفه جدا. ده غير بقى طعمها وريحتها اللي تجنن يا جماعه، بجد جربوها هتعجبكم جدا. تعالوا بينا نبدا بالفيديو على طول علشان نشوف المقادير وكمان طريقه التحضير. عايزين بقى اللايك والشير للفيديو الجميل ده كده على طول علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان الاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الإشعار بكل الوصفات الجديدة. تعالوا بقى نبدأ. هنسمي الله. أول بقى حاجة معانا هنا بطل وصفة النهاردة وهو اليوسفندي. معايا هنا 3 حبات من اليوسفندي وسط بالشكل ده، هغسلهم كويس جدا وبعد كده هقشرهم واطلع بقى منهم البذر بالطريقه البسيطه دي. اهم حاجه هنا يا جماعه طلعوا البذر كويس جدا علشان البذر هو اللي بيعمل مراره مش القشر. بعد ما طلعت منهم بذر بالطريقه دي هضربهم بقى كده في الخلاط، وهستخدم كده قشر واحده من الاستفندي معاهم، يعني هضربها كده معاهم وبعد كده اصفيهم كويس جدا، وده كده هيكون شكل عصير الاستفندي معايا. بصوا بقى الجمال بجد ما شاء الله، لونه وطعمه وريحته حاجه تانية خالص. بعد كده معانا هنا طبق عميق واضيف فيه معايا هنا كوبايه من السكر، هبدا اضيف عليهم 3 حبات كده من البيض. والبيض هنا يا جماعه يكون بدرجه حراره الغرفه او المطبخ. بعد كده هضيف عليهم معلقه كده صغيره من الفانيليا ورشه بسيطه جدا من الملح. بشكل بسيط جدا بقى هجيب المضرب اليدوي وهضرب بقى المكونات كويس جدا حوالي كده 5 دقايق لحد ما نوصل للون فاتح وكمان يكون قوامه هش. في المرحله دي بقى كده يا جماعه ممكن نستخدم المضرب اليدوي او الكهربائي او كمان الخلاط، التلاتة كده ينفعوا معاكي جدا. الموجود عندك والاسهل ليكي استخدميه. بعد ما ضربتهم كويس جدا وصلت للمرحله دي اللون افتحي معايا بالشكل ده، هبدا اضيف معايا هنا كوبايه الا ربع من الزيت. او بقى ما نضيف الزيت هضرب بقى كده دقيقتين 3 لحد الزيت ما يندمج معايا كويس جدا. بعد ما ضربنا الزيت كويس جدا مع الخليط هبدا اضيف بقى هنا كوبايه عصير الاستفندي اللي احنا جهزناها مع بعض كده اول الفيديو. بصوا بقى اللون معايا تحفه يا جماعه، جربوها هيعجبكم جدا، ده غير بقى الريحه ما شاء الله. وبكده خليط المواد السائله بقى جاهز معانا. تعالوا بقى نضيف الدقيق. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، هضيف عليهم معلقه كبيره من النشا وكمان معايا معلقه كبيره من بيكنج باودر. بس قبل ما نضيف الدقيق هنكون نخلة الدقيق بتاعي كده مرتين على الاقل علشان يديكي هشاشه حلو جدا للكيك. هقلب بقى المكونات كويس جدا لحد ما نوصل لقوام الكيك المظبوط. القوام هيكون وسط معانا بالشكل ده، يعني ولا يكون تقيل ولا خفيف. معلقه كده او سباتشي وقلب بقى الخليط بتاعي كده من فوق لتحت علشان اتاكد مفيش اي رواسب ولا اي تكتلات في الخليط عندي. بصوا بقى هنا القوام بجد ما شاء الله. تعالوا بقى نجهز الصينيه بتاعتنا اللي هنسوي فيها الكيك بتاعنا. جبت بقى هنا صينيه اي صينيه موجوده عندك تقدري تستخدميها. كان عندي الصينيه دي مقاسها كده 28، دهنتها كويس جدا بالزبده وبعد كده بطنتها كويس جدا بالدقيق. لما تدهني الصينيه بتاعتك بالزبده بتديكي نتيجه حلوه جدا لتسويه الكيك، جربيها وهتعجبك جدا. هصب بقى الخليط بتاعي بالشكل ده في صينيه وبعد كده هخبطه خبطتين 3 على الرخامه او سطح العمل عشان اطلع منه فقاعات الهواء. بعد كده هبدا اسوي الكيك بتاعي بقى في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، ونحط الصينيه بتاعتنا في الرف الاوسط وهنكون مسخنين النار من تحت بس. وقت التسويه بقى هيكون معانا كده من 30 ل 40 دقيقه. او بقى ما نلاقي الجوانب بتاعتنا بدات تحمر هنطفي النار من تحت ونشغل كده عليها شوايه حوالي 5 دقايق لحد ما ناخد اللون الجميل ده، يكون لونها ذهبي بالشكل الحلو ده. بصوا بقى هنا الجمال بجد ما شاء الله. بس اهم حاجه هنا اول ما نشغل عليها الشوايه ناخد بالنا منها كويس جدا عشان مش تاخد معانا لون بزياده. وكمان التسويه بقى هنا على حسب كل واحد والفرن عنده. اول بقى كده ما نخرجها من الفرن هنسيبها بقى لحد ما تهدى معانا شويه وبعد كده نبدا نقطعها تبقى معانا بقى بالجمال ده كله بقى. بصوا ما شاء الله طلع معانا مرتفع قد ايه وكمان هشه خفيفه جدا. ده غير بقى كده طعمها وريحتها مش قادره اقول لكم بقى كان عامل ازاي، لازم فعلا تجربوها بنفسكم علشان تشوفوا النتيجه. وبكده كنا عملنا مع بعض النهارده اجمل ولذ كيكه سهله وبسيطه جدا وكمان مكونات اقتصاديه، يعني في 5 دقايق بس هتكوني عامله احلى كيك. ينفع بقى كده معاكي في الفطار او العشاء وبالف هنا. يلا بقى كده بسرعه جربوها بنفس الطريقه ونفس الخطوات وان شاء الله تطلع معاكم ناجحه كده من اول مره. هسيب لكم بقى كده مكونات الوصفه كلها مكتوبه في الوصف تحت الفيديو، وبالهنا والشفا مقدما اللي كلها يجربها. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معاكم. اتمنى بجد فيديو النهارده وصفه النهارده تكون عجبتكم واستفدتوا منها.
لو عجبكم بقى فيديو النهارده وصفة النهارده، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو الجميل ده كده على طول علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان الاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، تفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.